بتبدأ الحكاية من 22 سنة في بيت عيلة جون، وبنشوف الأم ماري بتصحى بالليل على صوت ابنها الرضيع سام وهو بيعيط، فبتروح على أوضته وبتشوف خيال راجل واقف جنب سريره، فبتفتكره جون جوزها بيحاول ينام الولد وبتخرج من الأوضة، لكنها بتلاحظ إن نور الصالة بيرعش، فبتستغرب وبتخبط عليه علشان يثبت، وفجأة بتسمع صوت التلفزيون وبتلاقي جون قاعد على الكنبة تحت قدامها، فبتترعب وبتجري بسرعة على أوضة سام. وبعدها جون بيسمع صوت ماري وهي بتصوت وبتبقى جاية من أوضة ابنها، فبيجري بسرعة لفوق وبيشوف سام في سريره والأوضة هادية خالص، ولكن فجأة بيلاقي نقطة دم على إيده، فبيبص لفوق وبيشوف ماري مراته متثبتة في السقف والدم نازل من بطنها، ومرة واحدة بتخرج النار من حواليها وبتبدأ تنتشر بسرعة رهيبة. فجون بياخد سام بسرعة من السرير وبيديه لأخوه دان اللي عنده 4 سنين، وبيقول خد أخوك واطلع بره البيت بسرعة واوعى تبص وراك. وهنا جون بيحاول يرجع ينقذ ماري، لكن النار بتكون خلاص أكلت الأوضة كلها وما بقاش في أمل، فبيخرج يلحق ولاده وبيجري بيهم بعيد عن البيت. بعدها بنتنقل للوقت الحالي وبنشوف سام كبر وبقى شاب ناجح جدا في دراسته وعايش مع حبيبته لينا، وبيبقى باين انه قطع علاقته بوالده واخوه دان من فترة، وبنفهم من كلامهم انه عنده مقابلة مهمة جدا علشان منحة دراسية لكلية الحقوق، ولو نجح فيها مستقبله كله هيتغير. ولما بتستغرب لينا ليه اهله ما يعرفوش حاجة عن المقابلة دي، بيقول لها لاننا مش عيلة طبيعية زي الناس. وفجأة بالليل سام بيصحى على صوت حركة غريبة في الصالة، فبيروح يشوف في ايه، وبيطلع له شخص من الضلمة وبيهجم عليه، فسام بيستخدم مهارات قتالية عالية جدا، ولكن في الآخر الشخص ده بيقدر يثبته على الأرض، وبيقول له إنه شكله بقاله فترة طويلة ما اتمرنش، فبيعرف من الصوت إنه دان أخوه. وهنا لينا بتصحى، فدان بيقول لسام إنه محتاج يتكلم معاه في موضوع عائلي خاص، وبيعرفه إنه أبوهم راح رحلة صيد ومرجعش بقاله كام يوم، فبيفهم سام قصده إن لينا مش بتستوعبه، وبياخد دان بسرعة على بره. وبنعرف من كلامهم إن من بعد موت أمهم قرر جون يقضي على كل المخلوقات الغريبة المؤذية زي الأشباح على أمل يلاقي الكيان اللي عمل كده في ماري. وهنا سام بيفكر دان إنه قرر يسيب شغلانة الصيد دي للأبد ويعيش حياة طبيعية، لكن دان بيحاول يقنعه وبيقوله إن أبوهم في خطر ومحتاج مساعدتهم، فسام بيبدأ يسأله عن التفاصيل المهمة اللي كان جون شغال عليها، ودان بيحكي له عن حالات اختفاء غامضة بتحصل للرجالة في منطقة ريفية في ولاية تانية، وإن في حوالي 10 رجالة اختفوا في ال20 سنة اللي فاتوا في نفس المنطقة على الطريق السريع ومحدش لقى لهم أثر. وجون راح هناك بقاله 3 أسابيع علشان يحقق، ومن وقتها وهو مختفي، لكنه ساب رسالة صوتية على تليفون دان، وبيسمع سام الرسالة اللي جون بيقول فيها بصوت مرعوب إن في حاجة كبيرة بتحصل ولازم يعرف سرها لأنهم كلهم في خطر. وهنا سام بيسمع صوت غريب في الخلفية، فدان بيقوله إنه عمل فلترة للرسالة وعرف ده صوت إيه، وبيسمعوا الاتنين صوت ست بتقول بوضوح انا عمري ما هقدر ارجع البيت تاني. فسام بيحس ان الموضوع فعلا خطر وبيوافق اخيرا انه يروح مع دان علشان يدور عليه، ولكن بشرط واحد، وهو انه لازم يرجعه هنا يوم الاثنين الصبح علشان مقابلة كلية الحقوق. فدان بيضطر يوافق. في نفس الوقت ده بنشوف شاب بيكلم حبيبته في التليفون، وفجأة بيشوف ست لابسة فستان ابيض ماشية لوحدها بالليل، فبيقف يسألها لو محتاجة يوصلها، وفعلا الست اللي بيبقى شكلها مريب جدا دي بتركب معاه، واول ما بتلاحظ نظراته ليها فبتفهم قصده وبتقوله يجي معاها بيتها، فبيفرح طبعا، لكنه لما بيوصل عند البيت بيكتشف انه بيت مهجور وهي فجأة بتختفي من جنبه، فبيفتكرها بتشتغل وبينزل زي اللهبل يدور عليها، وفجأة بيلاقي بومة طايرة عليه من جوه البيت، فبيطلع يجري من الرعب وبيمشي من المكان وبيفتكر انه كده نفد بجلده خلاص، بس في الطريق بيتصدم ان نفس الست بتظهر وراه، وبعدها بنسمع صوته وهو بيصرخ بطريقة بشعة ودمه بيغرق العربية. والصبح بقى بنرجع تاني للأخين سام ودان اللي بيكونوا وصلوا الولاية، وهم في الطريق سام بيلاقي في العربية بتاعت دان بطاقات ائتمان مزيفة وهويات شرطة مضروبة لدان وجون، فبيستغرب ان هما لسه شغالين بالأسلوب ده وما اتمسكوش. بعدها بيروحوا عند المكان اللي لقوا فيه عربية آخر واحد اختفى، وبيعملوا نفسهم محققين من المباحث،
وهناك بيقابلوا الشرطي المحلي وبيبدأوا يسألوا عن اللي حصل. فبيقول لهم هو وزميله ان هم ملقوش اي اثر لخناق او بصمات في العربيه، وان الموضوع غريب جدا وكأن الراجل اتبخر من جوه عربيته، وبيبقوا مشتبهين ان اللي بيعمل كده مجرد قاتل متسلسل. فسام بيفضل يتريق عليهم وعلى افكارهم الساذجه، وطبعا دان بيضطر يغلوش بسرعه وبيسحب المصيبه ده قبل ما يوديهم في داهيه وبيمشوا. وبيقرروا يروحوا يكلموا ايبي صاحبه اخر واحد اختفى، وبيفهموها ان هم قرايبه من بعيد وجايين يحققوا في اللي حصل. وسام بيسالها لو كانت سمعت اي حاجه غريبه بتحصل في المكان اللي صاحبها اختفى فيه، فبتحكي له هي والبنت اللي معاها وهم مكسوفين ان في اسطوره محليه بتتكلم عن ست بتلبس فستان ابيض وبتظهر للرجاله على الطريق بالليل وبتطلب منهم يوصلوها، واي حد بيركبها معاه بيختفي للابد. فسام ودان بيبصوا لبعض وبيركزوا في الكلام ده وبيفتكروا الصوت اللي سمعوه في الرسالة بتاعت والدهم، وفورا بيروحوا يدوروا على الانترنت وبيكتشفوا ان في ست اسمها ميلا قتلت نفسها سنة 1981 بعد ما ولادها غرقوا في الحمام وهي مش واخدة بالها، وبيعرفوا انها رمت نفسها من فوق جسر في البلد، ومن وقتها روحها بتطارد المكان. فبيروحوا بالليل لنفس الجسر يدوروا عليها، وبيتفتح الكلام تاني عن اللي بيعملوه ومستقبل دان. وبيقول دان لسام انه كده كده حتى لو وصلوا للكيان الغامض وانتقموا منه برضه ده عمره ما هيرجع امهم. فسام بيتعصب عليه وفجأة بيلاقوا عربيتهم بتدور لوحدها مع ان المفاتيح معاهم وبتقرب منهم بسرعة علشان تخبطهم، فبيضطروا ينطوا من فوق الجسر جوه المية. وبعد كده بيخرجوا الاتنين وبيبقى دان وقع جوه الطين وحالته حالة. بعدها بيروحوا اللوكاندا في البلد وبيكتشفوا ان والدهم كان مأجر غرفة هناك بقاله شهر. فسام ودان بيدخلوا الغرفة وبيلاقوا الأكل اللي فيها بدأ ريحته تتغير، وبيعرفوا كده إن جون ساب المكان من يومين بالظبط. كمان بيلاقوا الأوضة مليانة صور وجرايد وأبحاث عن حالات الاختفاء، وكل الحيطان متغطية بمعلومات عن الست اللي بالفستان الأبيض. فبيتأكدوا إن والدهم وصل لها وسبقهم بخطوة، وبيستغربوا لأن أكيد وصل لجثتها وحرقها، فإيه اللي مخليها طايحة كده. وبيفكر دان إنها أكيد ليها نقطة ضعف تانية، علشان كده بيقرروا إن هما يروحوا يقابلوا جوزها. وتاني يوم دان بيخرج بره يجيب أكل، وفجأة بيلاقي الشرطي اللي قبله امبارح جاي عليه، فبيكلم سام بسرعة في التليفون وبيقول له يخلع، وبيتقبض على دان لأن هم شكوا فيه لما شافوه عند منطقة الجريمة وعرفوا إنه معاه بطاقة مزورة. وسام بيقدر يهرب بسرعة من الشباك من غير ما حد يشوف. بعدها بنشوف دان في مركز الشرطة وبيتحقق معاه، والمأمور بيوريه صورة الرجالة اللي اختفوا اللي كانت في غرفة أبوه، وبيقول له أكيد أنت اللي ورا كل ده. لكن دان بيقول له ان اول واحد في الرجاله دول اختفى من 20 سنه، يعني هو ساعتها كان طفل. فالمأمور بيقول له ودي فاتتني، ما اكيد الراجل الكبير اللي معاكم بدأ الحكايه من زمان. وبيقوم سائل دان عن المكان اللي مستخبي فيه هو وشريكه اللي كان معاه امبارح، وفجأة بيوريه مذكرات جون اللي لقاها في اوضته. فبيستغرب دان ان والده ساب المذكرات وراه لان دي اهم حاجه عنده، وبيلاقيه كاتب له فيها شفره سريه. في نفس الوقت سام بيكون وصل لمكان جوز ميلا، وبيعرف منه انه ساب البيت القديم اللي ولاده غرقوا فيه لانه ما استحملش اللي حصل. وهنا سام بيواجهه وبيقول هو انت كنت بتخون ميلا قبل ما تموت؟ فالراجل بينهار وبيعترف بكل حاجه. بعدها سام بيتصل بالمركز وبيعمل بلاغ كاذب عن ضرب نار في منطقه تانية علشان يشغل الشرطه. فدان بيستغل الفرصه وبيهرب، وبيتصل بسام اللي بيعرفه انه ميلا اكتشفت خيانه جوزها فقتلت عيالها وموتت نفسها انتقاما منه، علشان كده روحها بقت مظلمة وطول الوقت بتنتقم من الرجالة الخاينين. وهنا دان هو كمان بيعرفوا ان والدهم ساب مذكراته وكاتب لهم فيها شفرة احداثيات مكان معين، واكيد هو ده المكان الموجود فيه دلوقتي. وهنا شبح ميلا واقفة في نص الطريق، فبيضطر يفرمل جامد وبتختفي، وبتظهر تاني جوه العربية وبتقول له وصلني للبيت. بس سام بيرفض، فبتقفل عليه العربية علشان ما يعرفش يخرج، وبتتحكم هي فيها وبتروح ناحية بيتها القديم المهجور، وبتقول نفس الجملة وهي إنها مش هتقدر تدخل البيت. بعدها بتختفي وبتظهر تاني قدام سام، وبتبدأ تهجم عليه ووشها بيتغير وبيبقى مرعب، ومع إنه بيقول لها هو مش خاين وهي كده غشاشة، إلا إنها برضه بتحاول تقتله. والحزن الحظ ده بيكون وصل وبيضرب عليها رصاصتين بيشتتوها، وفورا سام بيستغل الفرصة وبيدوس بنزين وبيدخل بالعربية جوه البيت المهجور بنفسه، وميلا بتختفي. وبعدها بتظهر تاني جوه البيت وبتحاول تقتلهم علشان خلوها تدخل المكان. وهنا فجأة كلهم بيسمعوا صوت ميه بتجري على الأرض، وبيشوفوا أشباح ولاد ميلا الصغيرين اللي غرقتهم نازلين من فوق وماسكين إيد بعض، وبيفضلوا يقربوا منها وبيحضنوها، فبتصرخ صرخة رهيبة كأن نار مسكت فيها، وبعدها بتتلاشى هي وأولادها. وبيفهم سام ودام ان نقطة ضعفها الحقيقية كانت ولادها اللي قتلتهم، وهو ده السبب اللي كان مخليها عايزة ترجع البيت بس خايفة تدخل وتواجههم.
وبعد ما اللعنة دي بتنتهي بيخرجوا من البيت، ودان بيعرف سام انه فك الشفرة بتاعة المذكرات وعرف ان هما لازم يكملوا الطريق لولاية تانية. بس سام بيفكره انه لازم يرجع دلوقتي حالا زي ما وعده لانه ميعاد المقابلة بتاعته الصبح. فدان بيحس بالحزن لكنه بيحترم رغبة اخوه وبيرجعه لحد باب بيته. واول ما سام بيدخل البيت بيفضل ينادي على لينا وبيفتكرها رجعت بيتها، فبيدخل اوضته يرتاح. بس فجأة بيحس بنقطة دم نازلة على وشه زي ما حصل مع والده زمان. وهنا بيبص لفوق وهو مرعوب وبيشوف لينا متثبتة على السقف والدم نازل منها، وفجأة بتولع في مشهد نسخة من اللي حصل لماري زمان. وهنا دان بيكون رجع تاني وبيدخل بسرعة يسحب سام المصدوم على بره، والنار بتاكل كل حاجة. بعدها سام بيقف قدام البيت وبيتحول من الشاب اللي كان عايز حياة طبيعية لنسخة من والده اللي عايز ينتقم. وبيقول لدان احنا عندنا شغل لازم نخلصه، وبيكمل معاه طريق البحث عن والدهم والكيان اللي بيعمل كده فيهم. ولحد هنا بتخلص حلقاتنا. لو حبيتوا المسلسل ده اكتبولي في الكومنتات علشان اعمله مع ليندا. ولو وصلتم لحد هنا ما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد بينزل عندنا. سلام.